أهلا بكل مشاهدينا أصدقاء الصالون الثقافي. نحن معكم هذه المرة في ضيافة مبدع مصري أصيل. إنه الفنان الذي أثبت أنه بالفعل حفيد الفراعنة، أعظم فناني الأرض. إنه المثال المصري الخالص محمود مختار. إبداعات المثال المصري محمود مختار عبرت بأصالة وأيضا بصدق كبير عن روح الإنسان المصري الوسابة نحو مستقبل وآفاق من التقدم للأمام. عبر عن الحرية والوجود الإنساني والأصالة. من أشهر الفنية تمثال نهضة مصر وكاتمة الأسرار والفلاحة وغيرها من إبداعات الحقيقة تشكيلية رائعة تدرس في المحافل العالمية. هو أول فنان يقدم معرض فني تشكيليا في باريس، وأول فنان يفوز بالجائزة الذهبية باريس عام 1920. طبعا ده ناتج عن تميزه وصدقه ومصريته الخالصة، وأثبت في هذا المجال أنه بالفعل حفيد الفراعنة، أعظم فناني الأرض على الإطلاق. يعد تمثال نهضة مصر هو أروع ما أبدع هذا المبدع على الإطلاق. جسد هذا التمثال روح مصر والسابة نحو مستقبل أفضل. جسد روحها الأصيلة في العطاء والتعاون والاكتتاب بكل حماس لصالح تنفيذ هذا التمثال الذي أعد واعتبر وقتها عن قوميا كبيرا، يعبر عن الأصالة وروح مصر الوثابة نحو التقدم للأمام. ويقول محمود مختار عن هذا التمثال: لست صاحب هذا التمثال، ولكن الشعب هو بالفعل صاحب هذا التمثال. والآن مع هذا التقرير عن مبدع وفنان مصري الأصيل رائد فن النحت الحديث محمود مختار. محمود مختار من مواليد مايو عام 1899 بقرية طنبارة القريبة من المحلة الكبرى. كان الوالد هو عمدة القرية. تعلق مختار بالفن منذ الطفولة المبكرة. كان يشكل من طمي النيل بيوتا وأشجارا وتماثيل يحاكي بها الريف المصري. انتقل محمود مختار للقاهرة في 12 من عمره، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1908، وسرعان ما ظهرت مواهبه وأعجب بها الأمير يوسف كمال، فأرسله في بعثة لباريس كي يكمل دراسته، وهناك درس الفنون في عاصمة الفن والنور باريس. بدأ محمود مختار حياته الفنية عام 1913 حيث عرض أحد تماثيله في صالون باريس، وهو تمثال عايدة، وكان هذا التمثال هو أول عمل فني يعرض في أوروبا لفنان مصري. وفي عام 1930 أقام مختار معرضا فنيا آخر في قاعة برنهايم بباريس،
وهناك عرض نحو 35 تمثالا تعبر عن الفن المصري الحديث. ومن أشهر هذه التماثيل تمثال نهضة مصر، الأسرار، وحاملة الجرة، والأمومة، ورياح الخمسين، وإيزيس، والحزن، والفلاحة. وقد أعاد مختار لمصر مجدها في فن النحت، وشارك في إنشاء مدرسة الفنون الجميلة العليا. وقد أقامت له الدولة متحفا تعرض فيه إبداعاته حتى اليوم، ويعد قبلة للفنانين والدارسين في نفس الوقت. ارتبط إبداع مختار بجذوره القديمة من التراث المصري الأصيل، فحافظ على قيمه الفنية، وعبر في نفس الوقت عن الروح المصرية الحديثة. رحل المبدع الكبير محمود مختار في مارس عام 1934 بعد أن وضع فن النحت في مكانة عالية في المجتمع المصري والعربي، بعد أن حظي باحترام وتقدير الأوساط الفنية محليا وعالميا، وبعد أن عبر عن روح مصر ووجهها الحديث المشرق بإبداعاته التي ستبقى طويلا علامة بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي الحديث. يعيش معنا في عالم هذا المبدع الكبير عازف الصخر رائد فن النحت المصري الحديث محمود مختار. ضيوفنا مشرفينا في هذا الصالون الأستاذة المخرجة الكبيرة شويكار خليفة، منورانا. أهلا بكم. والسيناريست والمؤلف الكبير الأستاذ والدكتور عبد الستار فتحي، منورانا. أهلا معك دكتور عبد الستار. الحقيقة مش هقدر يعني أغفل سهرة درامية متميزة كتبتها حضرتك بعزف الصخر. كان طبعا عبارة عن رحلة وتاريخ وتأصيل لحياة محمود مختار، هذا المثال المصري الأصيل اللي يعتبر قدم فن جميل وقدم دور المواطن المصري أثناء عمل أكتر من تمثال، منهم تمثال نهضة مصر اللي الحقيقة مصر بشعبها الأصيل قدم نموذج لكل شعوب العالم في الاكتتاب والمساهمة الكبيرة بهذا الحماس والمحبة الرائعة كالمعتاد من الشعب المصري. تدينا فكرة عن بدايات هذا المثال وليه بيأخذ حقيقة حظوة من الوسط الفني التشكيلي بصفة خاصة محمود مختار؟ أنا أتصور أن هذا الفنان العظيم اللي عاش 40 سنة أو حاجة و40 سنة لا يقل أهمية عن سيد درويش في تاريخنا، وأنا بتصور أن هو الخطوة الحقيقية بعد الفراعنة في مجال النحت. يعني ده القفزة الحقيقية بعد الفراعنة. لما نشوف كتلة جميلة زي الخماسين مثلا، دي كتلة عبقرية، وده مش رأيي. صحيح. يعني هذا الراجل الذي حول بالنسبة لنا للأسف الشديد قبل مختار وبعد مختار في فراغ. مختار مثال كبير طبعا. هذا الرجل اللي حياته كلها عاشها كلها فن من أول لحظة. يعني هذا المبدع الكبير اللي احنا فاكرين له نهضة مصر اللي حصل عليه اكتتاب علشان يلم 6000 ونص عشان يعملوا هذا التمثال. كل مصر اكتتبت. كان في طفل يساهم ب3 مليم وقرش ساغ وقرشين ساغ. ده حصل من عشرات السنين ايام تمثال محمود مختار نهضة مصر. ده كان بيرمز للنهضة المصرية الحديثة ورغبة المصريين الوسابة في التقدم للأمام. ده صحيح. ومشروع القرش في تاريخنا الحديث قفزات من هذا القبيل، ان الشعب كله بقى مهموم بقضية معينة. وبعدين حكاية الاكتتاب في حد ذاتها، ان كل الشعب، هذا الشعب البسيط في العشرينات اللي كان مهموم جدا بتمثال ايا كان هذا التمثال، دي مسألة برضه بنعاني من. لو اي معرض بيخش الناس يتفرجوا على صور مش على لوحات. حصل للاسف فجوة، مفيش ثقافة تشكيلية عندنا. كان وقتها الناس مهمومة بهذا الامر. دي مسألة ما كانتش سهلة. لما هذا المثال الكبير يبعت له احمد فؤاد او الملك فؤاد عشان يقول له اعمل لي تمثال يفوق تمثال سعد باشا، فيرفض. مين يرفض النهارده يقول للسلطان مش هعمل لك؟ يعني هو اختار انه يعمل رمز. يعني هو الموضوع مش مجرد تمثال يحمل عنوان نهضة، عبارة عن رمز اقوياء قادرين على التقدم للامام. ايوه. مختار كان مشغول، فؤاد كان مشغول، احمد فؤاد مشغول بان الاسره العلويه يجب ان تكون هي السنام، هي العاليه. وكان مختار باعتباره ان هو كان سعد باشا متبنيه، وسعد باشا ده كان يعني مش هيتكلم عنه. فكان شايف ان سعد باشا يجب ان يكون هو القامه الشامخ في كل الاحوال. وبالتالي هذا الصراع اللي على اساسه ترك القصر ورجع فرنسا. مش دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه
مع الحريات الكبيره جدا. احنا بنتكلم عن عشرينات. هذا المثال، هذا الرجل اللي لبلاني بعته، استاذه بعته عشان يدرس في فرنسا 1911 لحد الحرب العالميه الاولى، اللي اتخرج وما عرفش يرجع مصر واضطر يشتغل في مصنع للاسلحه مع من كان يحب، او مارسيل او السيده الفرنسيه. دي مساله عبثيه انه يونان واشتغل في مصنع للاسلحه لانه مش عارف يجي مصر. الشاب اللي عنده حاجه و20 سنه اللي يمسك متحف جريفن، يبقى اول مدير لمتحف جريفن بباريس، ودي ما حصلتش. لما يعرض تمثال وعايده سنه 13 اول تمثال يعرض في متحف اجنبي. الاستاذه شويكار الحقيقه قدمت برضو ايمانا منها بقيمه هذا الفنان الكبير فيلم تسجيلي جميل ورائع، وقد ايه كان معبر عن قيمه الفنان المصري الاصيل محمود مختار، وكان اسم بون، وطبعا كان تاصيل لفكره المصريه والاصاله وماذا يقدم الفنان الاصيل للوطن. حضرتك قدمتي ايه في هذا الفيلم التسجيلي؟ فيلم مختار بين السكون والحركه انا عملته زي ما اكون داخله معرض وعاوزه اتفرج لوحدي من غير اي شوشره على وداني، ده وصف وده بيتكلم عن ايه والتمثال ده ايه واتعمل ازاي. انا عاوزه اتفرج واستمتع، فانا كنت عاوزه المشاهد توصل له الصوره دي، ان هو يتفرج بس مع موسيقى مناسبه، ولو في اي افكتات او مؤثرات ممكن احطها. فكان هدفي كله ان انا امتع المشاهد زي ما انا كنت بعمل الافلام دي عشان انا بحب ده، يعني مش عشان انا مضطر اعمل فيلم. طب استاذه شويكار ادينا فكره اكتر باسلوبك الجميل عن الفيلم التسجيلي بصفه عامه واللي حصل في الفيلم ده بالتحديد بعد كده. بصي انا عملت مجموعه من الافلام التسجيليه للفنانين التشكيليين المصريين، نظرا لان انا مش لاقيه على الشاشه على الساحه وقتها اكتر من كتير، والفوكس الاضاءه عليهم هم بس. فقلت لا، ده احنا مصر واحنا عندنا تاريخ فني عالي، وناس من قديم الازل بتشتغل من العشرينات ومحدش يعرف عنهم حاجه، من بعد الفراعنه يعني العظام والجاب الواسع اللي ترك بالذات في فن النحت. فقلت لا، انا هركز على مجموعه فنانين تشكيليين. ابتديت ب5 أفلام قصيرين جدا وكلهم كانوا خدعه تحت الكاميرا، ان انا ازاي ارسم اللوحه بتاعه الفنان اكمل يعني زي طريقه الرسوم متحركه، لان انا طبعا اصلا رسوم متحركه هنيجي المنطقه دي اسمحنا فمأثره فيا. فابتديت ب5 أفلام، منهم كان 3 مصريين و2 اجانب. فبصيت لقيت ان في كانوا بينزلوا في رمضان، كانت الاستاذه شروت شافعي والاستاذه مديحه كمال كانوا هم المسؤولين عن القناه الثانيه. نزلوا فلقوا اقبال، فانا اتخضيت ان انا عاملاهم لمزاجي، فلقيت ان في ناس فاهمه ده وحاسه. ابتديت اعمل بعد كده توفيق الحكيم بريشه صبري راغب، الله. يعني اشهر واحد بورتريه او اهم كاتب من الكتاب الكبار اللي عندنا توفيق الحكيم، ابتدى يسمع. حضرتك بتقولي قدمتي سلسله من الرواد المصريين في مجال الفن والكتابه والدراما، ويمكن محتاجين نكمل المسيره دي. شايفه ازاي نكملها ونقدمها للنور بسرعه؟ والله طبعا الساحه كبيره وفي ناس كتير كويسه تستاهل ان تعمل عنها شغل، ويعني بس المهم ان كل واحد يبقى عنده رؤيته بقى، يعني ما يبقاش في نموذج واحد لحاجه. يعني في الافلام التسجيليه اللي بتهتم بتاريخ الشخص ده واتولد فين واتعمل ايه انا ما كانش يهمني كل ده. انا كان يهمني عمله، شغله، وغالبا كان كل اللي انا عملت لهم شغل غالبا يعني كان في منهم رحلوا عن حياتنا. فكنت لازم ما فيش حاجه تانية بقى تتعمل عنه غير فنه وعمله. الاحياء منهم الحمد لله اللي لحقتهم، يعني استعرضت شغلهم واستعرضت، بقيت بعمل الفنان اللي بيرسم البورتريه بيشايف الموديل اللي قدامه ايه والموديل سرحان في ايه. فبقيت امزج وتتنقلي تحسي ان انت معاهم يعني في الكادر معاهم، صحيح. شايفه هم بيفكروا ازاي وبيعملوا ايه. ومع ايقاع المزيكا اللي كنت بختارها الحمد لله كانت بتبقى في حاجات اتالفت مخصوص في الموسيقى للافلام، وفي حاجات كنت باخدها من تراثنا. يعني مثلا فيلم مختار انا كنت واخده الموسيقى بتاعته من رفعت جرانه الله يرحمه، شيء عبقري ومعه. يعني ده تسمعيه بس في البرنامج الثاني. دكتور عبد الستار الحقيقه عايزه اقول برضو ان الاطلاع على الثقافات الاجنبيه لما سافر باريس محمود مختار كان ليه انعكاس على فنه،
برغم كده احتفظ بوطنيته، باصالته، بمصريته في اعماله بعد كده في مجال النحت. المزيج ما بين الهويه المصريه والثقافات الاجنبيه ازاي حصل في فنه؟ هو دايما مرحله النضج الفني. مفيش شك ان الغرب سبقونا في مساله النحت. فرنسا كانت ولا زالت مفترض انها قبلة هذا الفن، بلد النور زي ما كان مختار بيقول. فكان طبيعي جدا يستفيد من كل المدارس اللي هناك، لان هو يعني من 1911 لحد سنه 28 الفتره اللي كان بيسافر فيها، لان بعد افتتاح او ازاحه الستار عن نهضه مصر 28 بعد سعد باشا ما مات بسنه، فكان زيارته لفرنسا قليله، وما كانش بيزور بهدف الابداع، كان بيزور بهدف المعاناه. كان بيعاني في مصر ويعاني من فرنسا. لو تشوفي حتى تماثيل الشمع اللي عملها لأم كلثوم وغيرها وعلي ابراهيم والناس دي كلها، تقولي مش ممكن ده فنان دخل مدرسه في الخرنفش او فنان بسيط جدا درس في مصر. الرؤيه المتكامله لمختار، حضرتك روحي متحف مختار وشوفي قد ايه كل كتله بعبقريتها فيه. حتى يعني تمثال اللائيه البسيط جدا، تمثال خمسين زي ما قلت، الفلاحه المصريه باشكالها، تمثال النيل، دي كتل عبقريه. ومساله الفراغ، الكتله والفراغ مساله لازم محتاجه دراسات. وطبعا الحركه والسكون زي ما قالت الاستاذه الجميله مهم جدا. مختار محتاج اعاده اكتشاف مره تانية، ومحتاج رسائل تكتب فيه، مجرد مثال عابر. عندنا السجيني وعندنا رزق وعندنا ناس كتير، لكن مختار يظل نغمه مختلفه تماما عن هذا الاطار. ومحمود مختار، انا اتصور ان محمود مختار لو عندنا حد كان من مختار كانت الامور بقت مختلفه تماما، لكن للاسف في قطع بعد مختار، لان مختار كان نغمه اصيله جدا. انا اتصور ان هو زي سيد درويش بالظبط. حضرتك شايفه زي ما دكتور عبد الستار دلوقتي قال ان احنا لازم نرجع اعمال كبيره لروادنا الكبار تاني للنور، او نعيد اكتشافهم مره تانية. ازاي نعيد اكتشاف محمود مختار مره تانية من خلال اعمال او من خلال اساليب اخرى؟ حضرتك شايفاها ازاي؟ لازم الولاد الصغيرين، المدارس لازم تعمل رحلات للمتاحف، لازم يتقدم لهم صوره كويسه، يتعمل لكل فنان كتيب او فيلم صغير، او يعني يبقى في وسائل نشر اوسع. زيارات مهمه جدا جدا للمتاحف والمعارض، يبقى في الروح الفنيه. كان في زمان نشاط طب انا ليه ما اجيبش تمثال واقول ده نموذج عمله مختار، اعملوا لي تخيلوا حاجه منه، يعني قرب يعني قربي للولد او للبنت، اكتشفي المهارات اللي في الولاد. يعني كان في زمان في المدرسه مهارات فنيه ومهارات زراعيه، مهارات حتى في المطبخ. انا اعتقد ان ما عادش في حاجه من ايوه كنا بناخد كل الانشطه دي. يعني هو مختار ابتدى نحت ازاي؟ ما هو ابتدى في القريه بالطين. صحيح هو ده في قريه، ولا كان في ولا كان في كل الحاجات دي. بس دي موهبه فطريه طلعت، لدرجه ان اساتذته في فرنسا يقول لك كنا بنشوف فيه روح فنيه فذه. عمل الشكل الكاريكاتيري، عمل الرومانسي، عمل الحاجه اللي فيها ثوره. هو كان روح فعلا، روح يعني طلعت كل الحاجات دي. ما تشوفيش فيه حاجه فجه، ما تشوفي ابن البلد وهو ماسك بيسموها العصايه وماشي ازاي، واللي تشوفي الرومانسيه بين الفلاحه والفلاح اللي قاعد عامل لها كده، يعني تحسي ان في احنا عندنا. جابوا منين؟ ما هو جابوا من الطين بتاع البلد. صحيح. هنتقل لدكتور عبد الستار وهقول انه مختار سافر كأول مبدع في فن تشكيلي مصري للعالم الخارجي، سافر فرنسا وبالفعل عرض أعماله الفنية المتميزة، ونال كمان جايزة مهمة جدا عام 1920، وده كان اعتراف عالمي بأهميته وقيمته كفنان مبدع في عالم النحت. حضرتك شايف التسوق العالمي، يعني هل العالم لغايه النهارده بيذكر اسم مختار، ولا احنا بنتكلم عن مختار دلوقتي بس على المستوى المحلي وانه كمبدع في مجال الفن والنحت هنا في مصر فقط؟ مختار في جانب كاريكاتوري جدا في اعماله مهم جدا. عمل بلانات، عمل خطط كثيره جدا عن الجداريات المصريه بطريقه مختار،
وفيها رشاقة لا تقل روعة عن المصري القديم. بس للأسف في هذا الجانب ما حدش بيقف عنده، لأن الناس بيحط في النحت فقط. مختار له باع طويل جدا، عمل بلانات كتيرة جدا، وعمل أعمال كاريكاتورية جميلة جدا. مختار يعني متعدد المواهب، ويجب أن ينظر إليه باعتباره كل، مش مجرد مثال. مختار يعني كان في مظاهرة قامت لما مسك مع متحف جريفن، يعني هذا المصري اللي حاجة 20 سنة ومسك متحف مهم زي ده. وفي فرنسا دي مسألة مش سهلة، وما كانش متحف عادي يعني. لما الشمعيات اللي عملها هناك لما قامت إلى جانب شمعيات أخرى لآخرين، مش هقول حقد، لكن كانت في منافسة. مختار راح هناك، أنا أعتقد أنه هو هز عرش فرنسا النحتي وجه. مختار لم يعبر عبور الكرام. مختار قال أنا هو ترك بصمة في فرنسا وفي العالم الغربي. الفنان شويكار خليفة، اسمحي لي اتوقف معاك شويه عند ملامح وتماثيل مختار، والحقيقه فيها تكثيف معاني مهمه جدا. حضرتك ببساطه وبحب من شويه عبرتي عن بعض ملامح هذه التماثيل، وقلتي عبر عن حنو الفلاحه المصريه، صحيح، وعن اصاله الفتاه المصريه، وعن وطنيه المصري، واشياء كثيره جدا. ممكن تبسطيها اكتر وتوضحي لنا ونبرز هذه المعاني المكثفه داخل تماثيل مختار؟ شوفي لما تستعرضي في الفيلم الفلاحة المصرية ورشاقتها، وازاي شايلة الزرعة، وازاي مجاميع أو فرادي، حاجة رشيقة يعني تحسسك ان انت ايه الشموخ ده، ايه الشموخ ده، واتزان فظيع في الماشية وشايلة الزرعة. شوفي الوجه الكاريكاتيري في الشخصيات اللي هي وشه مكلبز، واللي ابتسامته جميلة، واللي حركته غريبة. يعني في تنوع فظيع لما تشوفي كمان قصة الحب اللي هو بشوي، اللي هو الراجل اللي قاعد عامل كده لحبيبته، وهي قاعدة برضو مرفوعة الراس كده وهو هيمان. يعني في تحسي روح، مش مجرد فنان بيعرف يعمل نحت، ديكي بيوصل لك رسالة. صحيح. أنا أذكر في الخمسين، شوفي مسكة الفلاحة واتجاه الريح اللي عامل إيه في اللبس اللي هي لابساه، أو الطرحة طايرة إزاي، والهواء بيطير أنا هقول لك حاجة بقى، حدوتة صغنونة في الحتة دي في الخمسين بالذات. أنا عشان أعمل الفيلم ده كنت بدون أي إمكانيات، أي مجرد كاميرا ومدير تصوير شاطر، وإحنا أصحاب وبنحب الشغل جدا، سمير طلعت، وعاملين ترابيزة مدورة عشان بمنافلة عشان نلف عليها التماثيل، كله بمجهودنا الشخصي. التلفزيون ملوش دعوة خالص، ما يعرفش حاجة غير إن إحنا طالعين نصور. مفيش ترابيزة، جبنا كرسي من اللي بنقعد عليهم اللي هم بيبقوا دائري بيتدور كده، وشلنا ظهره وبنافيلا عشان نقدر نشتغل عليه كويس لغايه كده. الفيلم كله هتلاقي كل حاجه بتمر عليكي كده بتشوفيها. فعشان اعمل تمثال الخمسين واديله اي احساس، مش عارفه، عاوزه اديله افكت، لا كان فيه تكنولوجيا ولا كان فيه كمبيوتر ولا كان فيه مؤثرات خاصه ولا حاجه، عشان اديله احساس ان فيه حركه. جبنا سجاير وقعدنا ننفخ السيجاره، الدخان، عشان يبقى حوالين التمثال يديله اي هالو كده، اي احساس ان في حاجه بتخليها تشد الفرحه. جميل قوي. يعني بتفكير بسيط بس كان مهم، لازم تدي حاجه. يعني هو ده يفرق بقى عن اي فيلم تسجيلي، ان انت عندك شويه احساس فني. الحقيقه انا سعدت بالحوار ده مع حضراتكم، وسعدت جدا بان احنا عشنا شويه في عالم مبدع مصري كبير واصيل، في عالم النحت والفن التشكيلي المصري الخالص محمود مختار. الحقيقه محتاجين جدا زي ما ضيوفنا اكدوا النهارده ان نحصل لهؤلاء الرموز المصريين الخالصين. طبعا مصر غنيه بمبدعيها ورموزها المهمين، اللي احنا الحقيقه هنواصل معاكم كل اسبوع مسيره نقدم فيها بعض من هذه القيم وهذه السير الذاتيه الرائعه المصريه الخالصه. لم يبقى إلا الشكر لحضراتكم وضيوفنا اللي شرفونا النهارده، المبدعة الكبيرة الأستاذة شويكار خليفة، والكاتب المتميز دكتور عبد الستار فتحي. شكرا. نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا، لكم معنا لقاء آخر الأسبوع القادم والصالون الثقافي. لكم منا كل الحب والتحية.